السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بالبطاطس. دول 4 وحدات بطاطس متوسطين. سلقتهم. بعد ما سلقتهم واستووا ههرسهم. طبعا انت هنضيف عليها 1 بيض، ودي بواقي الفراخ اللي عندنا. بتفرميها في الكبة. لو ما عندكيش كبة يبقى الكبة بتاعت الخلاط، لو ما فيش ممكن تعمليها قطع صغيرة بالسكينة او المقص. هنضيفها على البطاطس. عايزة تضيفي خضرة عليها، بقدونس وكده ضيفي، بصل، توم ضيفي، انما انا ما بعملها كده، مش بضيف عليها حاجة، بضيف عليها البهارات بس. هنضيف فلفل اسود، وهنضيف ملح. هتعملي طبعا حساب ان الفراخ فيها ملح لان هي مستويه اصلا. قلبناهم مع بعض. هنضيف جبنه تركي. الجبنه دي اختياري، يعني مش عايزه تحطي جبنه ما تحطيش، وممكن بجيله الجبنه التركي او الرومي دي ممكن تحطي جبنه موتزاريلا. هنشكلها. طبعا الحجم اللي انت عايزاه تشكليه. هنا انا شكلت الكميه كلها وهدخلها الفريزر لمده ربع ساعه تجمد شويه، وبعد كده هنكملها. هنا خلاص خرجناهم من الفريزر بعد ربع ساعه. هنجيب شويه حليب وهنضيف عليهم بيضايه وشويه ملح وشويه فلفل اسود. هنقلبهم مع بعض. وده الفيجيتار اللي انا بستعمله، بجيب ده ب10 جنيه، وبطحنه في المطحنه بتاعه الخلاط. خرجه من البيض والحليب ونحطه في الفيجيتار. وهنكون محضرين زيت سخن وهنحمر فيه. طبعا احنا هنشوف اللي هو وهنا كفتة البطاطس بالفراخ خلاص خلصناها وخرجناها في الطبق.